واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. مرحبا حبايبي، شلونكم؟ أخباركم؟ إن شاء الله كلكم بخير وصحة وسلامة. مساء الخير أو صباح الخير، ما أعرف بيا وقت أنتوا تشوفون الفيديو. حبايب قلبي، اليوم أمسي عليكم بالخير والعافية. وطبختنا اليوم طبخة عراقية بحت، عراقية جميلة يحبها كل العراقيين، وهي طبخة البانية. حبايب قلبي، جبت اللحم. طبعا اللحم شفتوه شلون يخبل، هذا لحم الخروف. وقلت شو اسوي، سألت كل البيت وكل العائلة، قالوا احنا نريد بامية، فقلت خل نسوي البامية احسن. هنا حبايبي جبته وغسلته كل الزين بمي وملح، طبعا سلقته خبل الما استوى. وبهاي الاثناء القوري ليش يم ايدي؟ لان اني دا اسوي شاي. احنا ابد ما نخلى من الشاي، يعني كل ساعة نشرب شاي. هنا حبايب قلبي حمست اللحم مالتنا. طبعا جبت هنا كيلو، وكان كلش يعني ما شاء الله يخبل، ماكو يعني اقل من ساعة استوى. حمست الثوم مالتنا، واني محضرة طماطة البرش، محضرة المعجون. البانية هاي مالتي من العام، البامية مجففة ببطل، ففتحتها وهيجي شكلها طلع. فقلت ليش اخربها وامردها، خليها على تميتها وهي تموع ويا اللحم وتصير تخبل. وهسه حتشوفون شلون يصير شكلها. طبعا هنا حبايب قلبي خلينا طماطة البرش، وراح اخلي عليها وما شويه شاء ملح الله راح واغطيها. تبدي يصير كل الزينة. وهنا بديت أول حمسة إلها. شوف حبايب، البانية العراقية ماكو مثلها كذب، تخبل وأكلة دسمة وأكلة مال خطار وكشخة وعائلية من كل النواحي. وهنا التمن مالتي أنا مطبقته. وهنا استوت الأكلة المفضلة لدينا نحن العائلة. الأكلة المفضلة لدينا هي البامية. حضرت المقبلات والفلفل طبعا الحار لازم وياها، وثردت وما شاء الله خير من الله. وراح أبدي أصب العشاء إلنا والخطارنا، وألف عافية إن شاء الله علينا وعليهم. التمن صار يجنن. وها شكل البانية بعد ما استوت وصارت تجنن. وطبعا نوني ما يقبل يسكت. وهاي الثريد العراقي الزين. مو بامية، ضيم. ما شاء الله صارت تخبل على لحم الغنم، لحم الخروف الزين. الحمد لله والشكر يا ربي على النعمة. بس بامية من تنضم مال قبل سنة بالمجمدة وتجفيف زين وتمام، تطلع لك هيك تخبل. هسه عبالك محيوشة. الحمد لله والشكر خلصنا عشانه ورتبنا. طبعا راح نصب لهم. طبعا كنا كلش جوعانين بذاك اليوم، وما شاء الله حتى الأطفال أكلوا وشبعوا وقالوا ألف الحمد لله والشكر. وهذا عشاء الخطارنا. وهنا حبايبي رحنا للسوق ودا نتفرج، وطبينا على السوبر ماركت، وطبينا على هذا المحل كلش حلو. بس اعذروني على التصوير لان ما صار تصوير حلو، صار مستعجل وهيك يعني. وهاي ردنا ناخذ يعني شغلات مكياجات على مدري شنو، ونشوف نتفرج وفرجناكم ويانا. ويا ربي يعجبكم الفيديو. طبعا الدنيا شتا وباردة ثلج. وهاي انواع الشالات الصوفية تخبل، كل الانواع موجودة. حبيت اشوفكم وياي. حلو السوق وحلوة الطلعة، بس تكوني انت زينة ومو مريضة. هنا انواع المكياجات الشتوية. طبعا هذا يخبل، هذا خاف العيوب. وهنا الاكسسوارات، انا اموت على هاي الشغلات، كلها حلوة، احبها اكثر من الذهب، تلبس ويا كل شي. هنا انواع المكياجات. اعذروني طبعا على التصوير، كان يخبل لو التصوير صاير يعني مثل الاول. وطبعا هسه احنا بموسم عيد رأس السنة وبابا نويل وهاي السوالف. شوف حبايبي، هاي الاكسسوارات كلش حلوة تخبل. وهنا حبايبي انواع الملابس وانواع التيشيرتات. وطبعا رجعنا هنا الاكسسوارات هاي كلش غالية، كان الطقم مالتها ب20,000. هذا الشذرة
ويا بس تراجي، يعني نواعم شغلات وفرة بالسوق حبينا نشوفكم ويانا. طبينا على البالات، طبعا البالات فد شي تخبل، كلش رخيصة ومناسبة وحلوة، وبنفس الوقت تكمل، يعني بالة كلش حلوة. بس هاي مو بالات، هاي كلها جديد. تعرفون الأطفال وباردة، الشتا يريد هواي ملابس للأطفال، خصوصا هسه بالأمطار ما تلحق الأم تغسل وتنشف. بما يبس هاد ماكو، يعني يراد كل واحد يراد له سلة كاملة مال ملابس شتوية. هنا كانت القبابيط والله كلش حلوة ومناسبة. وهنا خلصنا جولتنا بالسوق ورجعنا للبيت. ما شاء الله الجو كان كلش حلو والمطر يخبل، الشوارع كلها مغسولة. الحمد لله والشكر يا ربي، صيبا نافعا إن شاء الله، صيبا نافعا يا رب، رزقا حلالا طيبا يأتينا من حيث لا نحتسب، ستر وعافية يا ربي علينا وعلى كل من يسمعنا. الحمد لله والشكر. وهنا الحمد لله والشكر أصبحنا وأصبح الملك لله. ثاني يوم قعدت ساعة 11 قعدنا، وبين ما غسلنا وما أدري شنو صارت ب12. فقلت لهم هو ريوق هو غدا، لحد يعاتبني ويقول لي شنو هذا. بديت أسوي، قلت أكلة وحدة، احنا دائما روتيننا الوجبتين باليوم. هذا لحم طيب كلش، نوعيته التونسة. سوينا وجبة الفطور، بديت أقلي لهم أهم شي الطماطة العراقية، وأهم شي هاي السوالف والحبشكلات. والحمد لله والشكر تريقنا. هو ريوق هو غدا، وطبعا هيك أحسن. بس بيوم اللي عندي مدرسة أقعد من وقت وأظل قاعدة، بس كان يوم عطلة وحليناها بالشاي العراقي. وألف عافية إن شاء الله على عائلتي وعلى كل من يشوفنا، والله يزيد ويبارك والله يرزق كل محتاج. أحبكم هواي هواي، أحب كل من يتابعني، وأهلا وسهلا كل من يتابعني وشرفوني طبعا. الحمد لله والشكر. وهناك كنت أقرب بنتي عندها إملاء، ولازم أني أقريهم وأرد لهم إملاء وأتابعهم، والله ينطينا الصحة والعافية والصبر ويعيننا على تربيتهم. وهنا النوني حبيبي ما يقبل ينام، سوى بينا خبلنا خبال ويانا بكل شي. ومع السلامة حبايبي، أتمنى يعجبكم الفيديو.